هنعمل كركيت البطاطا محشية كده بالموتزاريلا واللحمة المعصجة من غير اي افتكاسات، وهتطلع بالجمال والعظمة دي. هنحط هنا شوية من زيت الزيتون، هنعملها كمان صحية جدا جدا من غير بصل ولا توم ولا اي حاجة. حطينا شوية من زيت الزيتون، طبعا الاكل بتاعنا بقى صحي كده وجميل ومش متعب خالص. زيت زيتون وحطينا عليها اللحمة. هعصج اللحمة بقى بالشكل ده واقلبها، ومش هحط ملح الا لما افكك اللحمة تماما تمام علشان ما تكلكعش معايا. هقلبها بقى بالشكل دوت لحد ما تفك خالص خالص. هنزل بقى بشوية ملح كده، الملح اتحط في الاخر بعد ما فككت اللحمة. وطبعا انا مش هحط فلفل اسود ولا هحط كمون ولا هحط اي يعني حاجات ناعمة خالص عشان ما ترسبش عندنا في الكلى في الكبد بتاعنا وتتعبنا. حطيت هنا بقى حبتين من الحبهان او الهيل، وشوية كده ورقتين من ورق اللورا. طبعا انا هشيلهم تاني. هنزل بقى بشويه صوصات، انا مش هحط طماطم زي ما كنا بنحط الاول طماطم ونضربها في الخلاط وبتاع. حطينا هنا شويه من الكاتشب، شويه من المستردة، وشويه كده من صوص الباربيكيو، وقلبتهم بقى بالشكل ده. هحط بقى زيتون اخضر وزيتون اسود حلقات. الاضافات دي بتبقى زياده، لو مش حابه تحطيها ما تحطهاش، بس بتدي كده تيست عالي شويه للاكله بتاعتنا. عندي بقى هنا البطاطس المهروسه، هرستها طبعا وهي سخنه جدا جدا، وبدات طبعا اركنها على جنب. عندي الموتزاريلا، موتزاريلا طبيعي، انا بجيب موتزاريلا الحريف يا جماعه، او في نوع تاني اسمه افانتي، جميله جدا جدا جدا. هبدا اعمل البطاطس بقى بالشكل ده. طبعا البطاطس بتكون دافيه كده، يعني ما بتكونش ولا سخنه قوي ولا بارده، بحيث ان هي تبقى طريه معايا، وما سيبهاش لما تبرد وتنشف معايا عشان اعرف اشكلها. حطيت هنا معلقة من الملح ومعلقة كبيرة من النشا عشان تكون متماسكة معايا. بدأت هنا يعني اخد يعني حبة كده في ايديا عشان اعمل كورة، وجوفتها من النص، وحطيت فيها معلقة من اللحمة المفرومة او العصاج بتاعي، وبدأت احط الموتزاريلا واقفل بقى بالشكل ده. عملنا واحدة كمان اهو، جوفتها كده من جوه، وبدأت احط اللحمة المفرومة والموتزاريلا. هقفل بقى بالشكل ده، احط حتة من فوق وهبدأ اقفلها كويس قوي علشان وانا بقليها الجبنة ما تطلعش معايا. خليكي معايا للاخر علشان في تريكات كده عشان ما تفتحش معاكي. هكورها كده. عندي بقى هنا انا مش هعمل بالبقسماط، هستبدل بدقيق الحبة الكاملة، واحط معلقة من النشا ومعلقة من الملح. قلبتهم بقى بالشكل ده علشان اخلي الدقيق يلزق معايا. هبل ايدي ميه وهكور الكرة بتاعت البطاطس دي تاني، وهبدأ ان انا احطها في الدقيق علشان يمسك معايا. زيت بقى غزير ويكون سخن، وهبدأ ان انا احمر، وهكون حنينة معاها جدا في التقليب، وما كترش الكرات البطاطس في الطاسة علشان اعرف اقلبها وتبقى سهلة معايا ما تفتحش معايا، وبالراحة خالص بقلبها بالشكل ده. استوت معايا، شايفين اللون؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله، الله اكبر. شايفين الجبنة عاملة ازاي؟ بالهنا والشفا. احلى بطاطس كوركيت لاحلى